ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنكمل كلام في الفيز 2 بتاعت ام سي يو والساجا اللي اسمها انفينيتي ساجا. واللي مش عارف ايه هي الفيسز والساجا بتاعت مارفل تقدر انك تعرفها من خلال انك تدوس على اللينك اللي هيظهر فوق على اليمين. الفيلم التاني في الفيز دي هو هيكون فيلم ثور ذا دارك وورلد، وده الفيلم التاني لسلسلة ثور كلها. الفيلم عموما مش احسن حاجة، بس عموما هو فيلم عادي، وده من وجهة نظري انا. الفيلم بيبدأ برضه بفلاش باك لزمن بعيد قوي. بور اللي هو ابو اودن كان بيحارب كائنات اسمها دارك ألفز بقيادة واحد اسمه مالكس، اللي كان عايز يطلق سلاح في الكون اسمه إيسر على العوالم التسعة. بعد لما قوات مالكس انهزمت بما فيهم أقوى واحد فيهم اللي اسمه كورسد على أرضهم اللي اسمها اللي هيظهر قدامكم ده، بور قدر إنه يحمي الإيسر جوه عمود حجر. بدون علم بور، مالكس وناس من الجيش بتاعه قدروا إنهم يهربوا. في الوقت الحالي لوكي بيكون مقبوض عليه وبيكون في محكمة بسبب جريمة الحرب اللي عملها زي ما شفنا في فيلم ذا افنجرز. وفي نفس الوقت كان ثور معاه فاندرال، فولستاج وسيف كانوا بيحاربوا حرامية في عالم اسمه فانهايم، وده بيت صاحبهم هوجن. ودي كانت آخر حرب علشان يحل السلام في العوالم التسعة كلها بعد لما عادوا بناء الباي فروست اللي كان اتكسر زي ما شفنا برضو في فيلم ثور، وده سبب حروب ما بين العوالم كلها. من ناحية تانية بدأ إن يبقى فيه ظاهرة اسمها convergence، واللي اسمها بالعربي محاذاة العوالم التسعة. وبدأ إن يبقى فيه بوابات اللي بتربط العوالم ببعض تظهر في أماكن عشوائية على كوكب الأرض. عالمة الفيزياء الفلكية اللي اسمها جين فوستر ومساعدتها دارسي لويس بيسافروا لندن وبيروحوا مصنع مهجور بدأ إنه يظهر فيها البوابة أو البورتل اللي لسه قايلين عليها من شوية. وده أدى إن المكان اللي فيه البورتل ما بقاش يمشي عليه قوانين الفيزياء اللي كل الناس عارفاها. بيقسموا نفسهم. فوستر بتتنقل لعالم تاني، وهناك في العالم ده جسمها شفط قوة الإيسر اللي كان بور مخبيها في عمود الحجر ده. وكان في نفس الوقت هايمدل الحارس بوابة أسجارد كان شايفها، بس لما اتنقلت للعالم التاني ده ما بقتش قدامه ومش قادر يشوفها هي فين. فبيحذر ثور، وثور بيروح لكوكب الأرض. لما ثور شاف جين بدأت إنها تطلع قوة من جسمها اللي هي كانت قوة الإيسر وهي مش واخدة بالها. فثور أخدها معاه أسجارد علشان يكشف عليها، لأن القوة اللي طلعت منها دي مش من كوكب الأرض وهو ما يعرفش إيه ده. اودن بيقول لثور ان الايسر مش هيقتل بس جين، بس برجوع الايسر ده معناه ان في نبوءة زي الزفت على دماغهم هتحصل. مالكس اللي شفناه في اول الفيلم بيصحى بسبب رجوع الايسر وبيهجم على اسجارد. اثناء الهجوم على اسجارد مالكس وكورس بيدوروا على جين وعرفوا ان الايسر بقى في جسمها، وهم بيهجموا على جين ام ثور اللي اسمها فريجا بتقف قدامهم بس بيقتلوها، وبيضطروا انهم يهربوا من اسجارد من غير ما يخطفوا جين. بالرغم ان اودن قال لكل الناس انهم ما يسيبوش اسجارد، لكن ثور بيستعين بلوكي اللي كان يعرف مخارج اسجارد غير الباي فروست، وكان عايز يروح العالم بتاع دارك إلفز، وهناك هيستخدموا جين فوستر زي طعم ويواجهوا مالكس بعيد عن اسجارد. في المقابل كان ثور اقنع لوكي انه هياخد بطاره من مالكس، لان لوكي كان بيحب فريجا جدا وكان معتبرها امه. ولو زي ما انتوا فاكرين في فيلم ثور اللي فات عرفنا ان لوكي اصلا شخص متبني. بمساعدة فولستاج وسيف وصحاب ثور قدروا انهم يساعدوا ثور ولوكي وجين انهم يهربوا من اسجارد ويروحوا العالم ده. لما بيوصلوا للعالم ده برضو لوكي بيخدع مالكس علشان يطلع الايسر من جسم جين، وحاول ثور انه يدمره لكن بيفشل. مالكس بيقدر انه يندمج مع الايسر وبيرجع للسفينة بتاعته، وبيسيب لوكي مفشوخ وهو بيحاول انه يقتل كيرس. ثور بيروح للوكي علشان يساعده لكن هو ما بيلحقوش. ثور بيروح للوكي وهو بيموت وبيقول له ان التضحية اللي ضحاها لوكي دي هيقولها لابوه علشان يسامحه، ولوكي بيموت. بعد كده ثور وجين بيلاقوا بوابة من خلالها بيوصلوا للندن وبيقابلوا لويس ومرشد جين اللي اسمه
إريك سيلفيج اللي كان دخل زي مصحة عقلية بسبب الصدمة النفسية اللي كانت عنده بسبب أحداث لوكي وهجومه على الأرض. بيعرفوا بعد كده إن مالكس عايز يستخدم قوة الإيثر علشان يرجع قوة الدارك إلفز في العوالم كلها من خلال ظاهرة الكونفرجنس، والسنتر بتاع الظاهرة دي كان في جرينويتش. ثور بعد كده بيهاجم مالكس من خلال بوابات مختلفة وعوالم مختلفة، وفي الاخر ثور بيتحشر في عالم بعيد وبيخلي مالكس لوحده في الارض. لكن ثور بيقدر انه يوصل للارض في الوقت المناسب، وبيخلي جين ودارسي يستخدموا آلات عملوها علشان يسيطروا على البورتلز اللي بتظهر، وبيقدروا انهم ينقلوا مالكس للعالم بتاعه، وبينقلوا كمان معاه السفينة بتاعته اللي بتتدمر فوق دماغه وبيموت. ثور بعد الأحداث دي بيرجع لأسجارد وبيقابل أودن، وبيرفض إنه يبقى ملك أسجارد، وبيحكي لباباه على تضحية لوكي وبيمشي. لما بيمشي أودن بيبدأ إنه يتحول للوكي اللي كان لسه عايش وكان واخد شخصية أودن. الفيلم بيخلص على كده. الفيلم فيه 2 اندنج سين. الاندنج سين الاولانيه هي مهمه جدا، وبيحصل فيها ان فولستاج وسيف بيقابلوا شخص اسمه ذا كوليكتور، وبيقولوا له خلي معاك الايثر، وبيقولوا له كمان ان كفايه احنا عندنا في اسجارد التزراكت، وان 2 انفينيتي ستونز في نفس المكان ده مش صح. ذا كوليكتور بيوافق، وهما ماشيين بتظهر نية الكوليكتور الحقيقية انه عايز يجمع كل الانفينيتي ستونز اللي فاضلين اللي هم 5. الاندنج سين التانية ثور بيرجع الارض، وكان في مكان ما يعني في لندن بيظهر وحش من وحوش جوتنهايم ظهر على كوكب الارض وبيكمل جري. بس كده ده كان فيلم ثور ذا دارك وورلد. الفيلم اللي جاي اللي هنتكلم عليه هو فيلم كابتن امريكا ذا وينتر سولجر. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.